إخوان أخوات مشاهدي الكرام، مرحبا بالجميع. تحية طيبة لكم جميعا. أتمنى هذا الفيديو يوصلكم بخير وعلى خير، تكونوا في أفضل الأحوال إن شاء الله. إخوان فيديو جديد، بلوج جديد، جايين إن شاء الله من طنجة. شوفوا إن شاء الله هاد المناظر الخلابة صراحة. أنا يا إخوان الاتجاه ديال الشمال صراحة كاين، أنا كان طاحت فيه الشتا بزاف داكشي. وحتى بالنسبة للساق يا إخوان، يعني كاينة مساحات خضراء كتيرة. كاين صراحة، كاين لافوكا، كاين البنان، كاين جميع الاشكال ديالنا ديال التيسير ولا الخضره ولا داكشي. المهم شوفوا، وعندنا من المنظر صراحه الكارثي ديال الطريق ديال كازا برشيد والنواحي تما، لان كاينه مناطق قاحله صراحه، خصوصا في فصل الصيف. بدلنا المنظر، خرجنا على السيستم اللي كان قديم. المهم انت تشوفوا يا اخوان، ما شاء الله صراحه الروعه، حاجه اللي طوب. خصوصا يا اخوان بالنسبه للاشجار اللي كاينه على اليمين، اشجار ديال الافوكا. المهم تحيه لجميع المتابعين ديالنا المتابعات، نشكركم دائما على الدعم ديالكم، عليكم مونتير صراحه. كاين واحد النسبه كثيره دائما كتفاعل مع الفيديوهات ديالنا ملي كنلوحوهم داكشي. المهم يا اخوان، نفتحوا هذا القوس. بالنسبه لواحد الاخوان تاع طلبوا منا اننا نهضروا على السياقه وداكشي. كما يا اخوان مرحبا. يا اخوان خاصكم غير تعرفوا بالنسبه للسياقه، راه فن. الانسان خصو يتفنن في السياقه، ماشي يتعلم واحد الحاجه ديما يبقى يعاود فيها. صراحه بالنسبه لي انا اخر نهضر على بالنسبه لي انا اصلا يا اخوان اول مره غادي نقول لكم ان شاء الله. انا المهنه ديالي اللي كانت اول مره كنت حلاق، يعني كنت خدام انا في المغرب، مشيت للسعوديه. المهم خدمت فيها في السعوديه، خدمت فيها كلشي. من بعد كانت الهوايه ديالي انا هي السياق. حاولت خرجت من الميدان ديال الحلاقه ودخلت الميدان ديال السياقه. واللي زاد بعدني كتر الميدان ديال الحلاقه، وكانت وقعت لي واحد الحادثه في السياقه، في شي يقول لي في واحد الوزين. كنت واقف تما واحد الكونتونير، واحد الباليطه كانت جايبها الكلاك، ضربتني وركبت كتوشيت من ظهري. كانت رست لي واحد الفقاره اللي هي اللي خلاتني زاد كملتني انني نبعد من الميدان ديال الحلاقه ونتشبت في الميدان ديال السياقه. لان قسم دابا صراحه حتى بالنسبه للفقرات وداكشي، باش غادي تجلس وتبقى تتبع الحلاقه وداكشي وتبقى فهمت النهار كامل وانت واقف، ما يمكنش لي نقدر دابا. مازال السياقه ماشي مشكل، نقدر جالس 10 سوايع 12 ساعه ماشي مشكل السياقه. فهمت لحد الحاجه اللي كتكون باغيها انت اصلا، والهوايه ديالك ما كتحس حتى شي حاجه، وكتكون الام وكتكون داكشي. المهم هادشي اللي كان. غير الانسان فهمتي ديما يحاول يطور من نفسه بالنسبه للسياقه وبالنسبه للاداء. خصوصا يا اخوان، انا مشيت تعلمت واحد الحاجه بالنسبه للسياقه، تبقى ديما مركز عليها. حاول تطور نفسك فهمت، كل مره تزيد حاجه، كل مره دير. واهم حاجه يا اخوان بالنسبه للسياقه هي ديما تشد الفوا ديالك. حاول تمشي وسط الفوا، وسط خطوطه بالضبط، الخطوط البيضاء راهي شو، وتخلي مسافه الامان بيناتك السيد اللي قدامك. رغم انه كاين بعض الناس انت كتخلي واحد المسافه الامان ديال واحد، هي نورمالمون مسافه الامان يا اخوان كتكون 70 متر بينك وبين السياره اللي قدامك. غير حنا في المغرب راه ما كتطبق الصراحه، خصوصا في المجال الحضري. لان كتخلي واحد المسافه ديال 10 متر ولا 20 متر ولا 15، كيجي واحد كيتخشى قدامك، كي مباشره كيدوبلك كيجي قدامك. هذا راه غالبيه السائقين وغالبيه الناس راك عارفين هذا الشيء، وكيشوفوه دائما. الله يهدي هاد الناس. المهم انت دير اللي عليك، خلي مسافه الامان قدامك. رغم ان كاين بعض الناس اللي كيجي قدامك وكيفراني، كيقولك انا ماشي مشكل، لا دخلتي فيا من اللور، راك انت فوتيف، انت ما كنفكرش في الفوتيف ولا ماشي فوتيف. المشكله كتفكر في شنو غادي يوقع. خصوصا بالنسبه للناس صحاب الشاحنات اللي قديمه شويه وداكشي،
اما بالنسبه لي انا عندي شاحنه جديده ماشي مشكله خدام. كاين الفران طوب، وكاين لابياس، كاين كلشي. اما بالنسبه للشاحنات القدام راه ما كاين لا لابياس، تلقى التراكتور ما كيفيش الفران، خرموك الطابله راه فيها فران ولكن قليل. يعني الا جيتي وقفتي قدامه فرانيتي قدامه كان الله يقير غيطلع فوق منك. المهم هذا تنبيه صحاب السيارات اللي كيديروا هاد الحوايج، لان كاين واحد النسبه كثيره الاخوان كديرها. لان علاش كتكون غادي في الطلعه فواحد الطلعه غادي متقل، غادي بواحد السرعه بطيئه. خصوصا كاين بعض الشوافر تاهما المهنيين صحاب الشاحنات ما كيشدش اليمين، انت غادي متقل بواحد السرعه بطيئه بعد 20 ولا 30 ولا 40، وكتبقى حابس الناس في الوسط. ولكن شي وحدين كيشدوا اليسار، هو غادي بسرعه بطيئه وكيشدوا اليسار. اش كيدير لي صحاب السيارات؟ كيدوبلو من اللي كيدير لي الضو، كيدير لي كلاكسون مني ما يرومش اليمين، زيرش اليمين. اش كيدير لي؟ كيجي قدامه كيتم غادي حتى كيفراني صاي قدامه. هذا هو المشكل. وخصوصا في التركيبه بقى تابعته هكاك في الطلاق، كيبدا في الهبوط ثاني كيدير لي نفس المشكل. في الطلوع راه يقدر راه كيفراني يشوف شي فران قد يفراني. اما الكارثه العظمى بان يمني كيكون غادي هابط في الهبوط وكيفراني قدامه. راه صراحه راه لو وقعت لك شي حاجه راه تنوب راسك، راه ماشي مشكل، راه هو فوتيف، راه يقيد معاك. ولكن شوف العواقب شنو تقدر تموت فيها انت، تقدر العائلة معاك ولا شي واحد ولا الصديق ولا شي حاجة ابار السيارة، ابار داكشي. الانسان يحاول المهم هاد الحوايج يدير منها اتونسيون، خصوصا بالنسبة لصحاب الشاحنات. ولا ما عندك شي شاحنة قديمة ولا شي حاجة بعد منها اخي، خلي مسافة الامان داكشي بيناتكم وسير لهداك. لانها بالنسبة لصحاب السيارات راه كاين اللي والديه كيتسناوه، كاين اللي وليداتو كيتسناو، كاين الزوجة ديالو كتسناه. راه دير اتونسيون. المهم الا ما احترمتيش حتى الحياة ديالك، غير دير بان راه كاينه عائلة كتسناك، سواء والديك، سواء وليداتك، سواء اي حاجة. المهم هذا تنبيه صاحب السيارات اللي كيديروا هاد الافعال هادي، خصوصا بالنسبة لهذه الافعال الشاحنات القديمة المهترئة، خصوصا في كازا بالضبط. انا بالنسبة للمدن الاخرى راه ديك الشاحنات القديمة راه كاين قلال، ولكن بالنسبة لكازا للدار البيضاء كاينة شاحنات كتيرة قديمة، والغالبية العظمى 80% ولا 70% راه كيكون فيها الفران ناقص. المهم ديرو اتونسيون يا اخوان. المهم هذا فيديو الناس صحاب السيارات اللي كيديرو هاد الافعال. هو راه ما ملي كيكون غادي بسرعة بطيئة هو راه دير لافوت شاد اليسار وحابسك، ولكن انت ما تعاملوش نفس المعاملة. لقيتي من دوبلو اليمين سير بحالك. المهم هذا ميساج صحاب السيارات. المهم رجعوا لتاني موضوع اخر. بالنسبة لي اخوان صحاب السيارات صحاب الشاحنات، حاول ديما اخي احترم اوقات ديال العمل ديالك والروبو ديالك. ضربتي 4 سوايع ونص ريح في حالك حتى ساعة الا روب، عاود كمل الطريق ديالك ان شاء الله توصل بخير وعلى خير. ما تقولش لا حق راه باقا ليا واحد نص ساعة ولا ثلث ساعة ولا ربع ساعة. راه ديك المسافة ديك كتقول باقا ليا ربع ساعة ولا شي حاجة، ولا شد فيك الناس راه تما فين كتوقع لك كوارث. شد فيك النعاس ولا شي حاجة وخاص تكون باقي السوايع ديالك كاع روم وسكت، وريح السوايع ديالك، ريح واحد ساعتين ولا 3، هرس النعاس وكمل الطريق ديالك. وهاد الميساج حتى صحاب السيارات تما نفس المشكل، ابار صحاب الشاحنات راه المهم راه عارفين بان راه كاينه 9 سوايع كتريح اوبليجي خاصك تريح. اما صحاب السيارات راه كيضرب 12 ساعة ولا شي حاجة، لانهم حاكموا لا ديسك ولا حتى شي حاجة. صحاب الشاحنات راه الديسك كيحكم انك راه ما تفوتش 4 سوايع ونص، ومن بعد 9 سوايع خاصك تريح. صحاب السيارات لا، ما كتحكمو حتى شي حاجة، كاين اللي كيسوق حتى 20 ساعة. وخصوصا هما اللي كتكون عندهم بالنسبة للآفات صراحة خايبة، لأن كيقول لك لا راه باقي لي واحد ربع ساعة نص ساعة غادي نوصل، بلا ما الناس تنوصل ولا داكشي. راه تما فين كتوقع الكوارث. لأن الناس لا جاك الناس روم وسكت وانا ترتاح لك مع راسك. الا كان معك شي صديق ولا معك اخ ولا شي حاجه عنده بيرمي، خليه يكمل السياره وتروم اللي من الناس وداكشي. ما عندكش، ما عندوش بيرميات ولا شي حاجه، روم اخي وسكت. حافظ على حياتك، حافظ على حياة الناس اللي معاك، العائله اللي كتنتظرك، الوالدين
أو الوليدات أو الزوجة. مهم اتونسيون اتونسيون اتونسيون. المهم يا اخوان، هذا ميساج كنا فتحناه. كان واحد الصديق كان قال لي بالنسبة لي على السياقة وداكشي. المهم هذا المكان الرجل الإخوان بالنسبة لنا لطريق السيارة، شوف ما شاء الله صراحة الروعة الجنبات ديالها. ولكن الإخوان كاينة نقطة سوداء في طريق السيار، خصوصا لك كنتي غادي طالع لطنجة بالضبط. يعني صراحة حالة يرثى لها. يعني اوبليجي خاصك تشد اليسار، حيت هي نورمالمون فيها دو فوا. الفوا اللي اليمين راه كارثة. قلت انا صراحة ملي كنت غادي راه قتلتني فيها لي دودان. ماشي لي دودان اخوان، فيها السكوس بزاف. ورغم انهم اش دارو هما دابا باش يعاودوا الطريق ولا شي حاجة كيديروا لها ترقيعات رقعوها. وديك الترقيعات الكودرون مكيدوش مقاد مع الكودرون القديم. الكودرون الجديد يعني كتبقى ديما كتسوكوسي بك الكاميو ولا الطوموبيل. ابار حفار ابار شحال من حاجة صراحة. ما ملي غتنظم المود ديالو غاد الناس غادا طالعة للشمال وشافات طريق السيارة ما مازال هادي اخوان اللي غادا جاية من طنجة هابطة كازا. المهم كوميم راه شوية راه بخير الحمد لله، راه ماشي ما فيهاش دوك الترقاعم. وكاين البلايص اللي معاودين وكاين داكشي. المهم راه مزيانة. كاين واحد النسبة ديال 80% راه مخيرة ماشي. اما بالنسبة للأخرى اللي غادا طالعة راه كارثة. راه لا ما تعاودش رشوها صراحة. حالة يرثى لها. انا مشيت في طلعت من قتلاتني انا ماشي. ابار هادي راه مزيانه. المهم هادي راه تعاود معاودين فيها تقريبا واحد النسبه ديال 70% حتى 80% تعاودات. دار طريق السيارة جديدة وداكشي تعاود ليها الكودرون الاخوان. ومازال باقي فيها الاشغال غادي نشوفوهم ان شاء الله. كاين اشغال كيحفروا واحد الطرونش اخواننا على اليمين. واش باغيين يديروا داك الخيوط ديال الرادارات الله اعلم. المهم كاين شي حاجه تما ديال الضوء الله اعلم. المهم غادي تشوفوهم. وما ننساش ديما نشكروا المتابعين ديالنا على التفاعل ديالهم بالنسبه للفيديوهات على كل كومونتير كيخليو لينا. وكنشكروا حتى الناس اللي تابونات جداد حتى هما الله يجازيهم بخير. شكرا جزيلا لكم. وكنديروا حتى الناس اللي باغا اللي كتتفرج فيديوهات وما كديرش ابوني ما فيها باس دير ابوني. ودائما تبع الفيديوهات ديالنا صراحة. الفيديوهات مهم دائما عن طريق اشغال ديال طرق السيارة ديال شي حاجة يا اخي. كدير جولات في المغرب صراحة فين ما كيبان لنا شي جديد ولا شي حاجة كنحاولوا نناقشوا مع المتابعين ديالنا ومع الاخوان الله يجازيهم بخير. صراحة المناظر جميلة هنايا كاينة في الشمال. باصرة اخوان عمو فينا ما كاينة اليمن. واحد المجموعة كتيرة كاينة قدام اخوان. هادو انا اللي يدير المي كذا كامل بنان. كاين اليمن كاين لاصير ديال البنان. صراحة يا اخوان بالنسبة لنا الشمال المنطقة هنا ديال النواحي ديال الغرب هي اللي هازة المغرب بالنسبة للتيسير ولا بالنسبة للخضار وداكشي. واحد 80% كتمشي منا ابار اكادير. نواحي ديال اكادير تا هي. وكاين هنا راه اخوان كتير خصوصا لافوكا اخوان. الاشجار ديالها هي كاين على اليمن. رغم انها كتاخد واحد مياه كتيرة كتطحن الفرشة المائية. ولكن ما عندنا ما نديرو. هانتوما تشوفو كاينة مساحات كتيرة اللي واخد هاد الافوكا. خرجنا شوية اخوان الروسيل ديال كازا برشيد والنواحي تما. انا بزاف الاخوان كيقول خرجنا بعد لينا من كازا بعد لينا كازا برشيد بعد من داكشي. اخوان راه كونوا على يقين انا ما كرهتش كل مرة ندير لكم فيديو. ولكن راه الخدمة اللي كتحكم عليا انني نبقى في نفس الاتجاه. راه ملي كنمشي شي اتجاه شي حاجة راه كنصور لكم.
يعني دابا المشكل خدام مع شركة، الشركة هي اللي كتحكم فيك فين تمشي، سير هنا سير هنا سير هنا. حيت ماشي خدام من راسي انا اللي كنعزل، الفيديوهات كنتصور مباشرة من الشاحنة. وكاين بعض الأصدقاء إخوان كيسولوني على بالنسبة للناس اللي باغا تدخل اعتذر، تدخل هاد الدومين ديال السياقة ومدوزين بيرميات جداد. كيقولنا أخي شي بلاصة ورينا، هضر لنا على شي مكان اللي يخدموا فيه ولا نتعلموا فيه وداكشي. شوفوا يا إخوان، بالنسبة لصحاب البيرمية الجداد، بالنسبة حنا لصحاب اللي كندخلوا للميناء، اللي كنشارجيو من الميناء وداكشي، ما علينا يا إخوان بأن يكون عندنا كريسون. علاش؟ لأن ما عندنا لا شبكة، ما عندنا لافاش، ما عندنا حتى شي حاجة. عندنا غير كتدخل المرسى، كيحطوك في الكونتونير، كيدورو كدور التويستات، كنقولو معنا التويستات، يعني قفولة باش كتسورت الكونتونير مع الطاولة. الصلاة على النبي، كتصاوب الوريقات ديالك كتخرج بحالك. هذا لا علاش يا اخوان الكريسونات حنا ما كنخدموهمش، ما كيخدموش معنا. كاينين شركات اللي كيخدموا كريسونات بزاف وكيخلصوهم ابار، كيديروا لهم 2000 درهم. عندك بالنسبة لكازا خصوصا بوسكورة، كاينه ديك الشركة ديال سيدي علي، راه كتخدم كريسون. اي شاحنة كيمشي معاها شيفور وكريسون، لان كيدير الباش، كيدير الشبكة، وداير لي فين ينعس وداكشي، كيخلصو ب2000 درهم الشهر. مشي لبوسكورة اخي، الحي الصناعي ديال ولاد صالح، تسول على سيدي علي تما، راه كيخدمو كريسونات بزاف. كاينه شركة اخرى هنا برشيد، حتى هي ديال شو نقولي ديال البوترين والبريك والياجور وداكشي، راه كاينه في الخرجة حتى هي ديال الحي الصناعي، سميتها بيكومار، حتى هي كتخلص الكريسونات. حتى هي اي شاحنة كدير كتعطي كدير لي كريسون ديالها، لان تا هما صراحة عندهم تمارة شوية. كاين بعض المرات كيشارجي، وكاين بعض المرات كيدير الشبكة، كيدير السماطي، كيدير داكشي. المهم هذا بالنسبة للكريسون. كنتي عندك تعلم معلم شوية وداكشي، اخي سير. بالنسبة كاين واحد الشركة تما في كازا، حدا راك تهضرت عليها ديجا، حدا تقريبا حدا كوكا قديمة، جيت اناسي، كيقول لي مولات الفيكيكي، راه عندهم لبنات. هادوك راه كاين الناس المبتدئين، الشيافرة المبتدئين، راه كيخدموهم على الجد. كيدوزولك لاساي، كيعطيك الشاحنة، كيقولك سير هبط المرسى، ضارب تو راسك. ما دي لا دزتي في لاساي كيعطيك الشاحنة، كيقولك سير المرسى. المهم كتعلم شوية بشوية وكتشي. ما لاساي ما نجحتيش في لاساي، كاين واحد السيد، المهم راه خدام تما عندهم، المهم كطلبو وكتدور معاه، كيصيفطك كريسون مع سائق ديال شاحنة من تما، كيقول يسير معاه يتعلم معاه، كيدوز معاه 10 ايام 15 يوم 20 يوم ماكسيموم شهر، كيجي كيعطيك شاحنة كتمشي تخدم على راسك. هادو اخوان راه بزاف الناس الصايغ المبتدئين راه كيخدموا معاهم، واحد 80% 90% كيخدموا الناس مبتدئين. كان الشريبي تا هو نفس المشكل، كان تا هو نفس الاشكال، كان كيخدم صحاب البيرمي الجداد كيصيفطهم كريسونات. ولكن مؤخرا العلم ديالي انه لو كيطلبوا بيرمية 3 سنين عاد كتمشي، خصوصا انهم ولاو كيخدموا البنات كثار. علاش؟ لانهم عندهم الاعانه ديال البنات، يعني البنت كتمشي كتاخذ كتخدم كتعلمها وكتخدمها، كتولي كتخلص عليها ب 3000 درهم اعانه كتعطيها الدوله بالنسبه للصاعقه المهنيه، تعطيك 3000 درهم. كيخدموا هما اصلا البنات كيخدموا ب 3000 3500، يعني كتجيب شيفور خدامك في الكاميو بنت خدامه فابور، تخلصها بديك 3000 3500، وهما كيتخلصوا عليها اصلا ب 3000 درهم، يعني كتبقى ديك الفرق ديال 500 درهم ولا ما كايناش. هادشي علاش
المهم يا إخوان هادشي اللي كيبان ليا بالنسبة لصحاب بيرمية الجداد. هذا مكان. المهم يا إخوان خليكم تتابعوا الفيديو إن شاء الله حتى الآخر. أنا غادي نودعكم. لا بان ليا شي جديد غادي للداخل. ما بداكش أعانكم الله. بداية أسبوع سعيدة للجميع. ودائما يا إخوان الحيطة والحذر. دائما انتباه. دائما سير في السرعة ديالك محددة. خلي مسافة الأمان. سير في الفوا ديالك كون على خير حتى شي واحد ما غادي يقيسك. بلا ما تصور دير السياقة ديال الدراري ديال صحاب الألفين واللياه. يعني صحاب دوك راك عارفين بلا من كنهضر. وكنبه حتى صحاب بالنسبة لصحاب المواطر الدراجات النارية تما الله يهديهم. خصوصا بالنسبة لكازا. خصوصا بالنسبة حتى للوطورات اللي وسط كازا يا إخوان. رغم أنهم مانعين عليهم وكيدوزو. يعني هو دايز باغي المهم يكسب الوقت شوية. ما عارفش بأنه لا تشاع شي واحد تما ولا مات ولا وقعت ليه شي حادثة الله يا رب بالسلامة وداكشي. راك ما كتسالى أخي والو. أنا ممنوع عليك دوز من تما. وحتى لا شدك البوليس كيطلب منك رخصة السياقة هادي. لأن علاش داخل اللوطوروت خاصك تكون عندك رخصة السياقة ديال شو يقول لي ديال الموطور تما باش هداك باش تمشي وسط طريق السيار. حيت كاين بعض الناس غير غاديين هكذاك. وخصوصا تاني إخوان واحد النقطة أخرى سوداء صراحة. صحاب تريبورتورات تا هما ولاو كيدخلوا على ديك طريق السيار. كيهز واحد الشحنة كتير على داك الموطور الصغير. وأصلا من النوع اللي يدوز باللوطوروت. وهاز واحد الشحنة غادي واحد ثقيل كيدير العرقلة ديال السير. المهم هضرة كثيرة والسكات حسن. هذا ما كان يا إخوان. المهم تبعوا معنا الفيديو حتى الآخر إن شاء الله. تهلاو ليا براسكم. أعانكم الله. وبداية أسبوع سعيد للجميع. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.